الأول مرحبا بكم الناس الكل. اليوم شفت حاجة يعني وجعتني الحق. يعني الكتاب في الجغرافيا في الجزائر يقول بلي العرب يمثلون 80% من سكان الجزائر. يعني القبائل الشاوية، بني مزداد، الشلوح، التواريقيت، يعني الناس هذوما الكل كانوا ناطقين باللغه الامازيغيه يمثلون اقليه. هكا معناها انتم تحبوا توصلوا الفكره هذه. يعني التلامذه اللي يقراو في الجزائر الكل، يعني من قبائل، من شاويه، من توارق، من اينما كانوا، يحملون العرق الامازيغي، تريدون ان تنفوا عرقهم وتحبوا تقولوا لهم بالسيف اللي انتم ما كانوش موجودين. هكا معناها الفكره باش تحبوا توصلوها. لا يا سيدي، لا يا بابا، احنا امازيغ موجودين وباش نوريكم هذا في القريب العاجل. لن تنتظروا منا ان نسكت عن هذه السياسه المعاديه للامازيغ. لن تنتظروا منا ان نسكت عن هذه الجريمه التي ترتكبونها في حق الامازيغ. يعني انا شخصيا لا اؤمن بالتقسيم او التفرقه التي جاءت بها الحكومات. تونس والجزائر شعب واحد، والقضيه الامازيغيه تهمني اينما حلت. تحيا الامازيغيه ويحيا الامازيغ اينما كانوا. نحن الامازيغ الشعوب الاصليه، نحن السكان الاصليين لشمال افريقيا، وشمال افريقيا ارضنا وستخرجون منها عاجلا ام اجلا. هذا الكلام موجه لكل حكومه تريد ان تفرض العرق الاعرابي او تريد ان تفرض القوميه العربيه. انتم الحكومات التي تمثل الفكرة الصهيونية التي تقيم حدود لها في أراضي غير أراضيها. يعني لا ملامحنا تقول بأننا عرب، لا تقاليدنا تقول بأننا عرب، لا لغتنا أو لهجتنا العامية تقول بأننا عرب. فلماذا تريدون منا أن نكون بعرب أو نفتخر بالعرق العربي؟ نحن أمازيغ ونفتخر بأصلنا وسنبقى أمازيغ إلى آخر الزمن. إذا أرجو من الإخوة الجزائريين أن يجدوا حلا إلى هذه المهزلة التي نشهدها، والعرب هم الأقلية في شمال أفريقيا. أنا وافي جدي مازيغان.